أهلا بيكم تاني معانا في مطبخ ميمو. النهارده معانا منو أتمنى إن هو يعجبكم، وهو منو تركي اسمه التنتون. هنشوف مكوناته وبيتعمل إزاي، بس قبل ما نبدأ دعمكم واشتراككم لينا في القناة عشان يوصل لكم كل جديد، ونذكر الله ونصلي على النبي. طيب حبايبي، زي ما احنا قلنا إن معانا النهارده منو وهو التنتون التركي. هو يعني نقول شبيه شوية للشاورما عندنا في مصر. تمام. معانا نص كيلو لحمة بتلو أو حسب الكمية اللي احنا هنعوزها، أو كيلو حسب الرغبة أو حسب الكمية اللي احنا هنعملها. ولازم اللحمة تبقى بتلو صغيرة عشان تستوي مننا كويس، وبنقطعها بالطريقة دي. أهي أهي. ماشي. طيب في أثناء ما احنا بنتكلم جبنا طاسة على البوتاجاز، حطينا فيها حتة زبدة مع شوية زيت زيتون أو زيت عادي. ها. وهنحمر فيه اللحمة بتاعتنا كويس أوي، هننزل بيها كلها ونحمرها في الزيت والسمنة كويس. بعد ما شوحنا كده اللحمة كويس، بنقوم جايين بقى نازلين 3 4 فصوص توم اهو. طيب بعد ما شوحنا التوم مع اللحمة، خدوا بالكم بقى من الخطوات اللي جاية دي. هننزل بمعلقتين صلصة، شوية فلفل أسمر ناعم خشن اللي موجود عندنا، البابريكا الحمراء، ودي ضروري قوي في الأكلة دي اهي، مع شوية ملح. نخلي بالنا من الملح كويس أوي احنا صايمين، دي بتبقى مشكلة يعني جامدة. يعني ايه، نشتغل بالنظر كده. والسماك ننزل برضو بشويه سماك اهو. وهنشوح ده كله مع بعضه، التوابل والصلصه اللي نزلنا بيها مع اللحمه. طيب بعد ما شوحنا الصلصه والتوابل اللي احنا حطيناها ديت مع اللحمه تشويحه حلوه كده، بنقوم جايين بقى عاملين ايه، فاتحين الحنفيه على الميه اهو، ونقلب الكلام ده كله كده ببعضه كويس قوي. طيب بعد ما نزلنا بالميه ودوبنا الصلصه فيه كويس قوي، بنعمل ايه بقى، بنقوم جايين موطين النار عليه ومغطينه كده وسايبينه على نار هاديه خالص، على الاقل نص ساعه البوتاجاز، نار هاديه خالص وما نستعجلش عليه. طيب احنا هنستغل الوقت اللي هو التنتون بيتعمل فيه على البوتاجاز وفي مشروب عايز اقول لكم عليه. المشروب ده يا بيطلع مع التنتون التركي يا بيطلع مع الكباب بس. الكباب على فكره يا جماعه في تركيا هو الشاورما عندنا في مصر. يعني انت لو نزلت تركيا قلت انا عايز اكل شاورما محدش هيفهمك، لكن لو قلت كباب هيفهمك. الشاورما هي الكباب في تركيا. بيطلع معاه مشروب حلو قوي بيساعد على الهضم. يا ريت يا ريت بعد الفطار ناخد كوبايه، وفي السحور برضه ناخد كوبايه، وهو مشروب الايرون. الايرون ده عباره عن ايه؟ عباره عن زبادي اهي. انا عن نفسي بحبه يعني تقيل شويه مش خفيف. بنزل بكميه زبادي في شفشق اهو، زي ما احنا شايفين. المشروب ده يا جماعه حلو قوي قوي، وخاصه لما تكون واكل اكله دسمه اشرب منه كوبايه. وبننزل بشويه ملح بساط جدا اهو. تمام. وبنصب عليه شويه ميه من الحنفيه، ميه ساقعه مش ميه دافيه. بعد ما نزلنا بالزبادي ونزلنا بالميه الساقعه، بنقوم جايين بالهاند بلندر او الخلاط عندنا اللي موجود، ونقوم ضاربين اهو. هو شكله يعني ايه، مقارب للصوبيا شويه، بس طبعا ليس له علاقه بطعم الصوبيا خالص. ده عباره عن ميه وزبادي، وبينزل معاه شويه ملح خفاف جدا. اكتر من كده ما بنعملش فيه حاجه. مشروب سهل جدا التحضير. وده مشروب الايرون معانا بعد ما خلص. وعلى فكره يا جماعه هو مشروع يعني مشروب اقتصادي جدا. يعني بدل ما اروح اجيب له كل
شخص في الاسره مثلا علبه زبادي، لا اجيب علبتين او 3 زبادي افضيهم في شفشق زي ده وعليهم شويه ميه، وحسب رغبتك بتحب الملح زياده بتحب الملح قليل، وتحطهم عليه بالهاند بلندر او الخلاط وتضربه. صدقوني نصيحه، بعد كل اكل دسمه وخاصه في السحور اضرب كوبايه منه بعد السحور، ولا يحصل لك عسر هضم ولا يحصل لك مشاكل في الهضم تاني يوم في الصيام. مشروب اقتصادي جدا وجميل جدا وصحي جدا. طيب حبايبي، وكده التنون بتاعنا بعد ما قعد حوالي نص ساعة على البوتاجاز، ده كان شكله بعد ما خلص. بنعمل ايه بقى؟ انا كنت محضر شوية فينو معانا، انا هعمل واحد قدامكم اهو. انا فاتحه، قوم جاي قبل ما انزل باللحمة نازل بشوية صوص كده جمال عشان رغيف الفينو يفضل محتفظ بمرانته ما ينشفش مننا اهو. بقوم نازل بشوية اللحمة اهو اهو. ودول معانا شوية بصل احمر او بصل ابيض الموجود عندنا، وبنحط عليهم شوية سماد، شوية سماك، وبنقلبهم في بعض كده. بنقوم نازلين عليه كده بشوية بصل اهو، والليمونة، شوية ليمون كده. وكده الرغيف الفينو خلص معانا. هكمل الباقي وارجع لكم تاني. وده كان التنون التركي بتاعنا النهارده بعد ما عملناه. انا عن نفسي بحب اكله فينو كده، يعني برضو ممكن تعملوه عادي وتحطوه في صينيه وتغمسوه في عيش، بس انا يعني عشان برضه افرح الاولاد بشكل الصينيه، ونحط برضه معاه شويه ترشي مصر حلو كده بتاعنا يفتح النفس. واهو ممكن نعمل شويه بالبصل، ممكن نعمل شويه من غير بصل، اللي بيحب ياكله بالبصل ياكله، اللي بيحب ياكله من غير بصل ما بياكلوش. بس هو عامه البصل بالسماك معاه شو شيء ضروري، وبيتعصر عليه ليمونه لانه اكله تركي اصيله، يعني زيه زي الشاورما عندنا بالظبط في مصر، بس مختلفه طبعا في الصوص والتوابل. واتمنى ان كنتوا ما تبالغوش في موضوع التوابل. هي التوابل اللي احنا حطيناها عليه هي نفس التوابل اللي بتتحط في المطبخ التركي بالظبط، وبيطلع طعمه خطير جدا جدا بصراحه، يعني ينافس الشاورما كمان عندنا في مصر. يا ريت تجربوه، حلو قوي قوي قوي. يبقى احنا النهارده عملنا التنور التركي معانا، يا بالفينو يا بالعيش العادي برضو ممكن ناكله، وعملنا معانا مشروب الايرون اللي انا قلت لكم عليه. خطير يا جماعه، فعلا بيساعد على الهضم. ويا ريت كمان تشربوه في السحور بالاخص. زي ما قلنا شويه زبادي عليهم شويه ميه ساقعين وشويه ملح حسب الرغبه، اللي بيحب ملح كتير يحط، اللي بيحب ملح قليل يحط. وبيتضرب في الهاند بلندر او بيتضرب في الخلاط. تمام كده. كده بقى احنا وصلنا معاكم لنهايه الفيديو. لو عجبكم الفيديو بقى ما تنسوناش بشير ولايك وسبسكرايب على قناتنا على اليوتيوب عشان يوصل لكم كل جديد. ومطبخ ميمو بيتمنى لكم افطارا صوما مقبولا وافطارا شهيا. واشوفكم في الفيديو القادم ان شاء الله، وكل سنه وانتم طيبين. السلام عليكم.